عارفة إيه أكتر حاجة بتموت الحب في الخطوبة؟ مش الخناق، هو السكوت اللي بيوجع. لو قاعدة دلوقتي زعلانة وتليفونك جنبك ومستنية رسالة مش بتيجي، استني، الفيديو ده هيغير تفكيرك تماماً وهيرجعلك حقك بذكاء. الزعل في الخطوبة هو أكبر اختبار لذكائك العاطفي. لو انفجرتي فيه عتاب هيشوفك نكدية، ولو سكتي خالص وشلتي في قلبك هيتعود يزعلك. السر كله في قاعدة 24 ساعة. أول ما تزعلي خدي هدنة، لا تعاتبي ولا تلمحي ببوستات حزينة، سيبيله مساحة يفتقد وجودك اللطيف مش يهرب من نكدك. ولما تهدى العاصفة اتكلمي بأسلوب أنا مش أنت. قوليله أنا اتضايقت لما حصل كذا، بدل ما تقولي أنت عملت وأنت سويت. الرجالة بتهرب من الاتهام وبتحب الاحتواء. لو حسستيه إنك زعلانة عليه مش منه، هيندم إنه زعلك وهتلاقيه هو اللي بيدور على رضاكي فوراً. الخطوبة معمولة عشان نفهم بعض، مش عشان نكسر بعض. افتكري إن اللي بيحبك بجد مش هيهون عليه زعلك، بس هو كمان محتاج يحس إنك سكن وأمان ليه. تصالحوا بحب وابنوا ذكريات حلوة، فاضل لكم خطوة واحدة على بيت واحد. ودلوقتي معلومة تعيش معاكي: الرجل يعشق المرأة التي تعرف قدر نفسها دون غرور. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك واشتراك في القناة عشان نكبر سوا، وقوليلي في التعليقات إيه أكتر موقف زعلك من خطيبك وتصرفتي فيه إزاي؟